سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، وكان أحسنهم خلقا وخلقا، وألينهم كفا، وأطيبهم ريحا، وأحسنهم عشرا، وأشدهم لله خشية. لا يغضب لنفسه ولا ينتقم لها، وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله، فلا يقوم عندئذ لغضبه شيء حتى ينتصر للحق. وكان خلقه القرآن، وكان أكثر الناس تواضعا، يقضي حاجة أهله ويخفض جناحه للضعفاء، وكان من أشد الناس حياء، وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، ولا يأكل متكئا ولا على خوان، وكان يحب الحلوى والعسل، ويعجبه الدباء واليقطين، وكان يأتي الشهر والشهران لا يوقد في بيت من بيوته نار لطعام يعني، وكان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وكان يخصف النعل ويرقع الثوب يعني بيده، نعم، ويعود المريض ويجيب من دعاه من غني وفقير. كان فراشه من أدم يعني جلد، حشوه ليف، وكان متقللا من أمتعة الدنيا كلها، وقد أعطاه الله تعالى مفاتيح خزائن الأرض كلها فأبى أن يأخذها، واختار الآخرة عليها. وكان كثير الذكر دائم الفكر، جل ضحكه تبسم، وكان يمزح ولا يقول إلا حقا، وكان يتألف أصحابه ويكرم كريم كل قوم ويوليه أموره. ثبت في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال، وكان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحته، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. كان يكثر من قوله قضاء الله خير، قضاء الله خير.